كيف منقول بالإنجليزي عم نحط الغسيل بالغسالة ونشيل الغسيلة من الغسالة. مثلا إذا بدي أحط حجابي فيني أقول I'm loading the laundry into the washing machine. I'm loading the laundry into the washing machine. طبعا هون مهم نبهكم أنه الغسيل الوسخ بس ينحط بالغسالة اسمه laundry. أما بس يطلع ففينا نقول the clean clothes أو the washed clothes. اوكي بهي الحالة فيني بس اقول I'm unloading the washing machine، يعني عم فضي الغسالة، فبنفهم انه عم تفضيها من الغسيل النظيف. اذا بدكم تحددوا اكتر واكتر فيكم تقولوا I'm taking the clean clothes out of the washing machine. I'm unloading the washed clothes from the washing machine. انتبهوا ما تقولوا clothes ولا تقولوا clothes، لأنه بالحالتين غلط. اللفظ الصح هو عم ينتهي بذ وبعدين ز، ف clothes ذ clothes. اوكي ما في صوت متحرك بين الذ والز. طبعا قبل ما نبلش بالغسيل بنحط واحدة من هدول الكبسولات بالغسيل اللي هي بتنظف مثل منظف الغسيل. شو بنسميهم laundry detergent capsules. laundry detergent capsules. capsule هي الكبسولة من هدول. laundry غسيل، detergent منظف. اوكي بنحط laundry detergent capsule. بس حتى هذا القسم من الغسالة شو بنسميه drum. ما له علاقة بالطبل، هي نفس الكلمة بس هون بهذا السياق هي قلب أو حوض الغسالة. فبنقول we place the laundry detergent capsule inside the drum with the clothes. هلا لأنه ححط الغسيل معه. وهدول الكبسولات بينحلوا بشكل فعال لما ينحطوا مع الغسيل بحوض الغسالة. These capsules dissolve effectively when placed directly with the laundry in the drum. Okay, again, these capsules dissolve effectively when placed directly with the laundry in the drum. ترجمة مرة تانية. These capsules هدول الكبسولات dissolve بينحلوا effectively بشكل فعال when placed لما بيتم وضعهم directly بشكل مباشر with the laundry مع الغسيل in the drum بحوض الغسالة. بعد ما حطينا اللوندري ديترجنت كابسول رح نحط الملطف تبع الغسيل اللي اسمه فابريك كونديشنر او فابريك سوفتنر. انتبهوا ما نقولها سوفتنر، لا سوفتنر، تيمة من الفضاء. فابريك كونديشنر او فابريك سوفتنر. طبعا الفابريك كونديشنر او سوفتنر من اسمه سوفتنر منعم، وظيفته ينعم الغسيل. اوكي طبعا بعض من الكونديشنرز بيكون scented يعني معطر له ريحة، مثلا مثل ما شايفين هاد بالجاسمين والريد بيريز. اوكي فبيعطي ريحة حلوة للغسيل. So your clothes will smell nice if you pick up a scented fabric conditioner أو a scented fabric softener. يعني تيابك حتطلع ريحتهم حلوة إذا بتختار fabric conditioner يكون معطر. اوكي هلا الكابسولز اللي بنحطهم بالدرام تبع الغسالة بحوض الغسالة، بس الفابريك كونديشنر وين بنحطه بالدرو اللي هو الدرج، ما نقوله درو بس درو. اوكي هلا بالدرو اللي هو الدرج عندنا 3 أقسام، كل قسم من هالأقسام اسمه compartment. اوكي compartment. هلا الفكرة انه the smallest compartment in your washing machine drawer is the fabric softener or the fabric conditioner compartment. يعني أصغر compartment بدرج الغسالة عندك هو بيكون القسم المخصص لملطف الغسيل أو منعم الغسيل. كمان it often has a star or flower symbol. يعني غالبا بيكون فيها رمز وردة أو نجمة، مثل ما شايفين الوردة موجودة فوق. حتى إذا بتنتبهوا مرقميلكم الدرج كاتبيلكم. فهلا بسم الله
I am pouring the fabric conditioner into the fabric conditioner compartment in my washing machine drawer, and I'll make sure I don't overfill this compartment.